لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. مرض خطير قد يقضي على بطل مسلسل حب للإيجار. أيام حاسمة أمامه. أصيب بطل مسلسل حب للإيجار باريش أوردوتش الممثل الشهير بمرض خطير قد يقضي عليه تماما، فالأيام المقبلة تحدد مصيره. مرض يصيب بطل مسلسل حب للإيجار. في التفاصيل: أصيب الممثل التركي باريش أوردوتش بفيروس كورونا للمرة الأولى، وبحسب الصحفية التركية برسين، فإن بطل مسلسل ألب أرسلان شعر بتوعية قبل توجهه إلى موقع التصوير ليتبين أنه مصاب بالفيروس. ويلتزم حاليا الممثل المحبوب الحجر المنزلي متبعا البروتوكول الطبي، فيما أكدت الصحفية التركية أن حالته الصحية لا تستدعي القلق. وبسبب مرض باريش لن تعرض الحلقة 36 الاثنين المقبل. اقرأ أيضا: اعتراف صادم من ألشين سانجو عن دورها في مسلسل حب للإيجار. أجبر بيبي. يذكر أن بطل المسلسل الشهير حب للإيجار استقبل منذ أشهر طفلته الأولى من زوجته الممثلة بوبسي أوزاي، وتشارك هذه الأخبار السعيدة مع جمهوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون أن يكشف عن ملامحها. من جهة أخرى، تحدثت بطلة حب للإيجار الممثلة التركية ألتشين سانجو عن طفولتها الصعبة التي عاشتها، وكشفت عن تأثير ذلك على حياتها. ألتشين عاشت طفولة سيئة للغاية بسبب والدها الذي تخلى عنها هي وإخوتها الخمسة وتركهم يصارعون لوحدهم. ألتشين تحدثت أيضا عن التضحية الكبيرة التي قامت بها والدتها التي رفضت الزواج بعد تخلي والدها عنهم. وأكدت ألتشين أن والدتها تفرغت للاهتمام بهم دون أن تنكر صعوبة العيش من دون أب. وعلقت ألتشين: ما أصعب أن تعيش بدون أب، لكن الأجمل أن تكون والدتك بجانبك دائما. ألتشين كانت قد أثارت جدلا واسعا بعد تصريحها الذي ردت فيه على الانتقادات التي تعرض لها عملها الأخير الذي تم إصداره عبر منصة إلكترونية. وقالت ألتشين أنها تقوم بأداء عملها ولا تهتم بنجاحه من عدمه، بل ما يهمها هو تقاضي المال والاستمتاع بما تقوم به.